السلام عليكم. السبلي بقى من أشيك نواعم العيد اللي ممكن تعمليها، ومش شكله بس، أوعدك طعم أحلى كتير كمان من شكله. هيعشقه الكبير قبل الصغير. هقولك على طريقة سهلة ومقادير مظبوطة هتنجح معاكي من أول مرة هتعملي السبليه، وهتكوني محترفة فيه، وهيطلع معاكي أحلى كتير جدا من اللي بتشتريه من بره. يلا بينا تابعي معايا الفيديو للآخر. وقبل ما أبدأ معاكي يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف عشان يرفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ويستفيد. ويلا نسمي بالله ونشوف عملت ايه. معايا هنا كيلو من الدقيق، عليه نص كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكون مرهمية كده وناعمة في ايديكي. هحط كمان 250 جرام من السكر البودرة، وهنا لازم انخل السكر البودر كويس جدا. في كل نوع من العيد اتفقنا ان احنا لازم ننخل كل المكونات. معايا هضربهم بقى لحد ما يبقى القوام هش وابيض زي ما انت شايفة كده وكريمي. وبعد كده هبتدي اضيف 3 بيضات. آم، كل ما تضربي كده حاولي نزلي كل الجوانب عشان ما يكونش فيه سكر مش مضروب كويس. نزليه بالسباتولا، ابتدي نزلي البيض بقى واحدة واحدة. معايا 3 بيضات، هنزل بكل بيضة تختفي انزل بالتانية. وبعدين حطيت معلقة صغيرة من الفانيليا، وعليها باكو كمان من الفانيليا، او ممكن تحطي باكوين عادي من الفانيليا البودر. اضربي بقى كويس جدا. وبعد كده معايا كيلو من الدقيق المنخول، بنزل بيه حبة حبة. وعلى كيلو الدقيق بحط باكو من البيكنج باودر او 15 جرام من البيكنج باودر. ببتدي انزل حبة حبة من الدقيق لحد ما يختفي معايا، انزل بالكمية اللي بعدها لحد ما اخلص الكيلو. واول ما يختفي معايا الدقيق هوقف عجن. انا هنا مش بعجن عشان ما تنشطيش الجلوتين اللي في العجين. انا بلم بس المكونات بتاعتي. بعد كده خدت تلت كمية العجين بالظبط، حطيت عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومعلقتين من الزبدة. والزبدة برضو تكون مرهمية كده. وخلطت بقى المكونات كويس جدا مع بعضها. غلفتها بالاسترتش ودخلتها التلاجة تريح أقل حاجة نص ساعة في التلاجة. هنا بعد ما خرجت من التلاجة هتبقى ناشفة شوية. ابتدي برضو باخد قطعة من العجين كده انعمها وحننها كده بين ايديا لحد ما تنعم خالص. وبعد كده ببتدي افردها بين ورقتين من الزبدة، او حتى زي ما انا عاملة كده بين المفرش السيليكون. واهم حاجة تغطي وش العجين من فوق وانت بتفرديه بورقة الزبدة. افردي بقى واشتغلي بكل القطاعات اللي عندك، اي شكل من اللي انت عايزاه، مدور، قلب، نجمة، اي شكل من اشكال السابليه المتعارف عليها. كمان هعمل معاكي شكل جديد وترندي حلو جدا اللي هو الستيك سابليه. هوريكي طريقته بأسهل وأبسط طريقة. هيطلع شكلها منمق جدا وحلو قوي، هيجذب الأطفال وهيعجبهم بإذن الله. أهم حاجة ما تفرديش العجين رفيع. يكون ارتفاع قطعة السابليه حوالي نص سنتي زي ما انت شايفة. تعملهاش رفيعة خالص ولا تخينة قوي يعني. الارتفاع بتاعها بيكون في حدود النص سنتي تقريبا. قطعي بقى وكملي باقي الكمية بتاعتك زي ما تحبي. بتطلعيها بنفس الطريقة كده، بتحطي ايدك تحت المفرش السيليكون وتزقي لفوق كده هتطلع معاكي بمنتهى السهولة. هنا بقى بعمل معاكي الستيك سابليه. بعمل شكل العجين بفرده على شكل مربع كده، وبقطع زي ما شفتي بالظبط بالسكينة وبساوي شكله. وهيطلع في الاخر شكله حلو جدا بعد ما يتزين. هتتابعي معايا. بعد كده حطيت الكمية كلها في السجون عندي. والصاج زي ما اتفقنا كل نوع من العيد. السجون مش مدهونة اي حاجة. لو حابة بقى يبقى فيه اشكال كمان مفتوحة زي ما انت شايفة من النص، يبقى هتعدي نفس عدد القطع. تعملي المفتوح قصاده قطع مقفولة بنفس الشكل عشان في التزيين يبقى كله عدد مظبوط معاكي في الاخر. العدد بيبقى مظبوط معاكي في الاخر. عملت الشوكولاته بنفس الطريقه. اهم حاجه احط قطعه كده من السابليه الابيض في وسط الصاج عشان دي اللي بتعرفني بعد كده التسويه. ونيجي بقى للتسويه. انا بسوي على فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180. بياخد معايا حوالي من ربع لتلت ساعه كده عشان يطلع مستوي من تحت مظبوط، واخد اللون الذهبي الجميل اللي هتشوفيه معايا دوت دلوقتي.
بصي لونه حلو جدا، تسويته مظبوطة جدا. هنيجي بقى للحشو. الحشو لو انت مش هتزيني على طول ممكن تحفظيه في علبة محكمة الغلق، بس بعد ما يبرد تماما يقعد معاكي شهر من غير تزيين. تيجي تزيني بقى قبل العيد بيوم ولا يومين كده، ابتدي زينيه. التزيين معايا بيكون معايا 200 جرام كده من الشوكولاتة دارك وبيضة، حطيت عليها معلقتين كبار من الزيت ودخلتها الميكرويف. كل 30 ثانية كده بطلعها اقلبها، او على حمام مائي لو مش عندك ميكرويف. زي ما انت شايفة طريقة التزيين واضحة وسهلة وبسيطة جدا. بتلزقي، اهم حاجة بلزق السابليه او حتى البيتيفور لزقيه بمربى الحليب او ببديل النوتيلا، ده افضل كتير من المربى. المربى بتخليه يطرى شوية، لكن في ناس كتير بتحب بالمربى. عشان كده برضو هعمل معاكي حبة صغيرين جدا هحشيهم بالمربى، لكن طبعا الحشو افضل كتير ببديل النوتيلا او مربى الحليب. بتخلي السابليه يفضل معاكي طعمه حلو جدا وما يطراش ابدا. هنا ابتديت ازين عادي بالشوكولاته، وحتى الستيك سابليه زينته بالشوكولاته زي ما انت شايفه. بتستني دقيقة كده الشوكولاتة تجمد عليه، وبعد كده تعملي الخطوط اللي انت شايفاها. لكن لو هتحطي مكسرات او هتحطي اي حاجة من فوقيه عايزاها تلزق، يبقى هتحطي والشوكولاتة لسه طرية قبل ما تجمد. انا حطيت مكسرات، حطيت جوز هند. حطي اللي تحبيه، الزينة اللي انت تحبيها. هنا ده اللي بالمربى بحط بنفس الشكل زي ما انت شايفة. برش الاول على المفتوح سكر بودرة، ومن تحت حطيت مربى مشمش ومربى فراولة. كملت بنفس الشكل كده، وهبتدي بقى اخد اللي حطيت عليه السكر البودرة وهقفل معايا، وهقفل بيه، وكده جاهز على التقديم. كل الاشكال بقى عندي سبتها على ورقة الزبدة لحد ما جمدت خالص، ما بتاخدش وقت خالص. اي زيادة بقى في الشوكولاتة ببتدي اتخلص منها واسوي شكلها كده زي ما انت شايفة بحرف ستيك بالراحة كده لحد ما يطلع معاكي بالشكل الحلو المنمق دوت. طلعت شكله تحفة شيك جدا في التقديم. شكل الستيك سابليه دوت حلو جدا، عجب الاولاد الصغيرين عندي جدا. لو عندك اولاد صغيره باذن الله هيعجبهم، اعمليه وجربيه بطريقتي، هيعجبك ويعجب الولاد. ولو عجبتك وصفه النهارده بقى ما تنسيش اللايك والشير وتعليق لو بحرف يرفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد ويستفيد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.